تعرضت التيك توكر المغربية دعاء المدعوة بميس دعاء لحادث سيارة امبارحة مساء، فتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هالأخبار مع صور من سيارتها الرانج روفر بعد الحادث، حيث من الواضح أنه كان حادث جدا خطير، حيث تعرضت سيارتها لأضرار كبيرة. أما دعاء فطمأنت جمهورها عن حالها بهالستوري، وأكدت أنها نجت بأعجوبة من الحادث وهي الآن بالمستشفى. فتساءل البعض عن مكان بيسان إسماعيل نظرا لكونها صديقتها المقربة جدا، وخاصة من بعد ما تم تداول أخبار آخر فترة عن وجود خلاف بينهم، ليتم تداول هالفيديو لبيسان وهي منهارة بالمستشفى رفقة خطيبها محمود، واللي تم أيضا تداول أخبار عن خلافهم وانفصالهم آخر فترة، وسبب دخولها المستشفى غير مؤكد، ورجح البعض أنها دخلت بعد تلقيها خبر حادث مس دعاء. فبيسان كانت متواجدة قبل ساعات من الحادث بالصالون لحلاقة الشعر، وظهرت بلوك جديد. اكتبونا بقناة التعليقات شو رأيكم باللي صار. اوكي جايز، حنعمل الشعرات اليوم لوك جديد. شفت شخص كتير كيوت، شفت نور علي بتجنن على الواقع، كتير كتوتة والله. انا اي لاف من مسلسل لعبة حب، حبيتها فشفتها هون بالصالون. انا فايتة وهي رح تطلع، فهلا طلعت. مهم هعمل نيو لوك لشعراتي. شوفوا شعري قد ايه صاير صحي ما شاء الله وطولان. اوكي شوف، ما تحكي اللون بس شوف الصور. واو صح؟ يا جماعة اللون لا 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 تقول شو اللون. طيب خلص مفاجأة بس هذا اوكي يعني. اوكي اتفقنا؟ قولكم شو اللون؟ لا والله لا